يوم 21 يوليو 1977 بتدخل مصر ليبيا في غزو سريع، الغزو اللي سماه السادات بعملية تأديب القذافي، واللي بينتهي بانتصار مصري سريع بعد ما احتل الجيش المصري مدن ومناطق في ليبيا. طب ايه الحكاية وليه السادات عمل كده؟ وعمل كده امتى؟ سنة 77، يعني بعد الحرب بكام سنة، وفي عز ما كان الجيش المصري محتاج لكل عسكري عشان حرب 73، واللي كانت مفاوضاتها لسه شغالة وجايز يقوم حرب في اي وقت، خصوصا ان المفاوضات فشلت اكتر من مرة، والكلام ده عرفناه بالتفصيل في الفيديو بتاع اتفاقية كامب ديفيد. طب خد الحكاية دي في السريع. حرب 73 يا صديقي، الدول العربية كلها كانت واقفة مع مصر، وكل اللي كان بيقدر يقدم حاجة أو يساعد مصر بيها كان بيعملها، واللي من ضمنهم ليبيا اللي بتيجي في المركز الثالث زي ما قال الفريق سعد الدين الشاذلي في مذكراته بعد العراق والجزائر من حيث المساعدات والوقوف بجانب مصر ومساعدتها في الحرب. طب ما الدنيا ماشيه كويس اهي، امال ايه اللي حصل بقى قلب الدنيا كلها كده؟ وعشان نعرف يا صديقي تفاصيل الحكايه خلينا نجيب القصه من بدايتها عشان نقدر نفهم الخلاف جه منين وازاي. الرئيس القذافي يا صديقي كان موهوم بحاجه اسمها جمال عبد الناصر، تقدر تقول كده كان بيعتبره مثل الاعلى، وكان مؤمن جدا بفكره الوحده العربيه وان الوطن العربي كل واحد زي جمال عبد الناصر بالظبط. لما السادات جه بقى ومسك مكان عبد الناصر، القذافي لقاه مختلف خالص عن عبد الناصر، والحقيقه يعني ان ده ما كانش كلام القذافي لوحده، لا ده كل واحد كان بيحب جمال عبد الناصر ومؤمن بافكاره، وكان شايف ان السادات حاجه وعبد الناصر حاجه تانية خالص، لدرجه ان طلع مظاهرات ضده اكتر من مره، الناس عاوزينه يمشي على نفس نهج عبد الناصر وافكاره ويحارب ويرجع الارض، هم عايزين يشوفوا عبد الناصر قدامهم. فتيجي انت بقى يا سادات تهد كل اللي عبد الناصر كان بيعمله وتقف قدام كل الدول العربيه اللي ساعدتك في الحرب وعايز تروح تعمل مفاوضات سلام معاهم. السادات يقول لهم يا جماعه انا ما اقدرش اكمل في الحرب دي، انا يا دوب عبرت بالعافيه، وكمان انا مش بحارب اسرائيل بس، ده امريكا كمان في ظهرهم، يعني ممكن ارجع للصفر تاني في اي لحظه، وبدل ما يبقى انتصار هتبقى نكسه. يا جماعه هي مش فتحه صدر وخلاص، والقذافي مش داخل دماغه الكلام ده باي حاجه، ووجه له كمان اتهامات كبيره زي ان هو خاين وعميل والحاجات اللي احنا عارفينها دي. ويقوم القذافي طارد 250 الف عامل مصري شغالين في ليبيا ويرجعهم على مصر، واللي مش هيرضى يرجع على المعتقل على طول. حاول يعمل نوع من انواع الضغط على السادات ويقول له شغلهم انت بقى. ومش كده وبس يا صديقي، ده كمان نظم مسيره شعبيه سماها مسيره القاهره، كان خط سيرها من طرابلس متجه الى القاهره، والهدف منها ان هم لما يوصلوا المصريين يتحدوا معاهم ويعملوا مظاهره ويطيروا السادات. بس طبعا حرس الحدود المصري اتعامل مع المسيره دي وفشلت انها تعدي الحدود اصلا. القذافي كان شايف انه وقف وقفه حلوه قوي مع مصر في الحرب، وكمان اشترى لهم طيارات من فرنسا، وكمان ادى لطيارين مصريين باسبورات ليبيه عشان يروحوا يتدربوا على الطيارات دي على اساس ان هم ليبيين فمحدش يحس بحاجه. فبالنسبه له ما كانش ينفع السادات ياخد قرار المفاوضات ده لوحده تحت فكره برضو القوميه العربيه وان الدول العربيه جزء من الحرب دي. في الوقت ده الدنيا كانت والعه بين السادات والقذافي، وكان اي حد عدو السادات كان حبيب القذافي والعكس صحيح، لدرجه ان كان في واحد اسمه عمر المحيشي وده كان عضو في مجلس قياده الثوره الليبيه بس انشق عنه، وكان بيقدم برنامج في الإذاعة المصرية، والبرنامج ده كان الهدف منه إنه يخبط بقى في القذافي ويشتم فيه والدنيا بايظة على الآخر. هو كان في واحد اسمه عمر المحيشي، ده كان عضو مجلس الثورة الليبي، كان على خلاف مع القذافي وجبناه عملنا له محطة يذيع ضد القذافي. وخليني اقول لك يا صديقي ان البرنامج ده كان مجنن القذافي على الاخر، لدرجة ان هو عرض على اللواء طه زكي وده كان مدير مكتب السادات وقتها رشوة بنص مليار استرليني عشان يوقف البرنامج ده. السادات لما عرف قال له طب ما خدتهمش ليه وجبتهم لمصر؟ هو يقصد اني انا اسكت هذا البرنامج، فانا قلت له انا يا سيادة الرئيس، انا يا سيادة العقيد انا ما اقدرش، مش سلطتي دي، سلطة السيد الرئيس. عرض عليا مبلغ كبير جدا جدا عشان اسكت البرنامج ده، قال لي العقيد هيحط لك نص مليار. قلت له نص مليار ايه؟ الاسترليني. لو حصل كذا كذا، انا قلت ما خدتش المبلغ ده ليه وجبته لمصر يا عبيط بالحرف كده. وخلينا زيدك كمان من الشعر بيت، احنا عارفين ان اكبر قوتين كان الاتحاد السوفيتي وامريكا، والدنيا بين الاتحاد السوفيتي والسادات كانت منيله بنيله، وكمان امريكا كانت ماشيه في موضوع المفاوضات ده، فكانت الدنيا حلوه معاهم. فيروح القذافي يعمل ايه؟ يعمل تحالف مع الاتحاد السوفيتي بعد ما كان بيشتم فيهم، ويتفقوا على صفقات اسلحه بمليارات، وبيعلق السادات على الموضوع ده وبيقول معمر القذافي قال عليه الملحد الكافر الاستعمار الجديد. طيب دلوقتي علاقته مع معمر القذافي سمن وعسل. طيب يا هل ترى معمر هو اللي قلب ولا الاتحاد السوفيتي هو اللي آمين؟ ملوش حل السادات ده. وخليني اقول لك كمان ان تحقيقات النيابه العسكريه كشفت عن مخططات ارهابيه في مصر لجماعه التكفير والهجره بتحريض وتمويل من مين؟
من المخابرات الليبية اللي بتتضمن عمليات خطف عدد من الشخصيات، زي خطف الشيخ الذهبي مثلا وزير الأوقاف وقتله وإرهاب المواطنين بالمتفجرات وعمل انقلاب على السلطة في مصر. المهم يا صديقي نرجع للمسيرة اللي اتكلمنا عنها من شوية اللي كان منظمها القذافي متجهة للقاهرة. المسيرة دي بعد ما فشلت القذافي أمر القوات الليبية بضرب مدينة السلوم عشان الدنيا تبوظ وتولع أكتر ما هي ولع. القذافي كان راجل عنيد ودماغه صعبة ومندفع جدا، والسادات احنا عارفين دماغه عامله ازاي، واتكلمنا عن ده بالتفصيل في الحلقه اللي اتكلمنا فيها عن قصه حياه السادات. المهم يا صديقي يجي يوم 21 يوليو 1977 وتبدا الحرب اللي اتسمت بحرب الايام الاربعه او حرب تأديب القذافي زي ما السادات كان بيسميها، اللي بيرد فيها السادات على ضرب القذافي لمدينه السلوم. وتتحرك القوات المسلحه المصريه باتجاه ليبيا وضرب مواقع عسكريه في ليبيا، وكمان ليبيا ترد والاشتباكات تشتغل. وتاني يوم اللي هو يوم 22 يوليو يضرب الطيران المصري مواقع عسكريه في ليبيا وما تقدرش القوات الليبيه انها تتصدى ليها، ويطلع القذافي يقول للشعب الليبي ان مصر اعتدت علينا واحنا ما عملناش حاجه. فيطلع متحدث عسكري من الجيش المصري ويقول الكلام ده ما حصلش، احنا بنرد على ضرب مدينه السلوم، انتوا اللي بداتوا. وتفضل الحرب شغاله. وتالت يوم يضرب الطيران المصري قاعده جمال عبد الناصر الليبيه، وتحصل معارك جامده جدا بين الطيران المصري والطيران الليبي، عشان في يوم 24 يوليو اتدخل الرئيس الجزائري هواري بومدين والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عشان يحلوا المشكله. ويروحوا يقولوا للسادات خلاص بقى يا عم كفايه، يقول لهم والله هو اللي بدأ، انا ما عملتش حاجه. وبالفعل يستجيب السادات لمطالبهم بس بشرط واحد، عقلوه اديكوا شايفين اللي هو بيعمله، ولو عمل حاجه تاني انا برضه هرد، ويعلن وقف اطلاق النار. ويطلعوا يا صديقي على القذافي ويقولوا له هد دنيتك بقى، السادات وافق على وقف اطلاق النار، ولو عملت حاجه تاني هيرجع تاني. وخسائر الحرب دي يا صديقي من الطرفين، قدر الجيش المصري انه يوقع حوالي 20 طياره ميراج وحوالي 60 دبابة و40 ناقلة عسكرية و400 جندي ليبي منهم قتلى وجرحى. ومن الجيش المصري حوالي 4 طيارات ميج 21 وحوالي 100 جندي مصري قتلى وجرحى برضه. وفي احتفال ذكرى ثورة 23 يوليو بعد ما الحرب دي خلصت بيوم بيتكلم السادات عن الغزو ده وبيأكد ان هو احتل مناطق ليبية لمدة 24 ساعة، وبيأكد كمان ان هو اللي بدأ ولو عمل حاجة تاني هنرد عليه تاني. طلع على الشعب الليبي وبيقول لهم انه مصر احتل. احنا فعلا قعدنا 24 ساعة محتلين جوه بلده لغاية ما خلصنا شغلنا، والنهاردة الصبح رجعوا، مفيش على ارضه عسكري مصري النهارده. وخليني اقول لك يا صديقي انه برغم تدخل الرئيس الجزائري والفلسطيني بوقف اطلاق النار، الا ان العلاقات بين البلدين فضلت متوتره شويه، حتى الاسرى اللي ما بينهم ما رجعوش غير في اخر شهر اغسطس. والنتائج المترتبه على الحرب دي يا صديقي انقسمت الدول العربيه بين مؤيد لموقف مصر وحقها في الدفاع عن حدودها، وبين دول تانية مؤيده لفكره القذافي واللي عمله. والموضوع زاد اكتر كمان يا صديقي بعد ما عمل السادات اتفاقيه كامب ديفيد ونقل مقر جامعة الدول العربية من مصر لتونس سنة 1979. وبيعلق القذافي يا صديقي على اغتيال السادات وبيقول ان هو ما كانش اغتيال وان هو نفذ فيه حكم الاعدام. هو لم يغتال، هو نفذ فيه حكم الاعدام. وده ياخدنا يا صديقي لسؤال مهم جدا، هل القذافي ليه علاقة باغتيال السادات ولا دي كانت مجرد شماتة مش اكتر؟ بس يا صديقي لو اول مرة تسمع الحكاية دي سيب لي رأيك، ولو اول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب وبص بصة على الحاجات القديمة. سلام.